أجمعين، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في الحلقة قبل الأخيرة نعم. من الأسبوع الأخير في المسابقة الرمضانية الكبرى تحت مسمى صحابيات. باسمي وباسمكم أرحب بمن يصحبني في تقديم هذا البرنامج، حبيبنا عبد الرحمن. حياك الله عبد الرحمن. أهلا وسهلا بك أنس. نكرر ونجدد الترحيب بكم أيها السادة المشاهدون في هذه الحلقة من المسابقة الرمضانية الكبرى تحت مسمى صحابيات. دعونا نذكر بطريقة سير البرنامج، وهي أننا سنتحدث عن صحابية من صحابيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمع أن يتسنى لكم معرفة هذه الصحابية شرفونا بسماع أصواتكم لتدخلوا معنا بالسحب عبر الأرقام الظاهرة أمامكم في الشاشة، وهي الوسيلة الوحيدة للدخول معنا في السحب. ونذكر أن قيمة الجائزة هي $100 يوميا. تفضل أنس. طيب، دعنا نبدأ في صحابيتنا لهذا اليوم. طبعا دائما ما شاء الله عليهم يلقطونها من أول نعم. معلومة إلى ثاني معلومة. هي صحابيتنا الجليلة هذا اليوم قرشية هاشمية من المهاجرات، بنت عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولها أحاديث يسيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هي ذكرنا أنها قرشية وهاشمية من المهاجرات، وهي بنت عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروت للنبي صلى الله عليه وسلم أحاديث يسيرة. نعم. جميل. أمها عاتكة بنت أبي وهب بن عمرو بن عائذ، وأخوها هو الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير، وأختها هي أم حكيم بنت الزبير بن عبد المطلب. طيب، يعني ذكرت أمها عاتكة بنت وهب، نعم. وأخوها الصحابي الجليل عبد الله بن زبير، وأختها أم حكيم بنت الزبير بنت عبد المطلب. نعم. خلينا نذكر بعض مواقفها مع النبي صلى الله عليه وسلم. لها موقف مع النبي صلى الله عليه وسلم، ترويه عائشة رضي الله عنها، قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على فلانة بنت الزبير فقال لها: لعلك أردت الحج. فقالت: لا والله، لا أجدني إلا وجعة. فقال لها: حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني. هذه من ضمن المواقف اللي صارت مع الصحابية الجليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهو موقف يعني وضح أمر فقهي في الإسلام. وأيضا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على صحابيتنا فلانة بنت الزبير فأكل عندها كتفا من لحم، ثم خرج إلى الصلاة ولم يحدث وضوءا. أكرر الحديث: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على فلانة بنت الزبير فأكل عندها كتفا من لحم ثم خرج إلى الصلاة ولم يحدث وضوءا. طيب، وصل أول اتصال. تفضل. نستقبل أول اتصالاتنا هذه الحلقة. نقول: ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. الاسم الكريم ومن وين تكلمنا؟ يا حي الله أبو صقر، كيف حالك؟ الله يحييك، يا مرحبا صديق البرنامج. زعلتنا والله يوم قلت الحلقة قبل الأخيرة. والله يا أخي خلاص، عاد نلتقي في موسم آخر يا أسامة. إن شاء الله بإذن الله. أعطينا اسمك بس ومن وين تكلمنا؟ أسامة إدريس من السعودية. أنعم وأكرم يا أسامة. الإجابة يا غالي؟ الإجابة هي ضباعة بنت الزبير. ضباعة بنت الزبير. شاكر لاتصالك حبيبنا أسامة، ويحالفك الحظ إن شاء الله. ومن أسامة إلى متصل آخر. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، حياك الله. حياكم الله. معكم مؤيد اسماعيل صديق البرنامج، كذلك. أهلا أهلا وسهلا أستاذ مؤيد صديق البرنامج، حياك الله. عرفت الله الإجابة؟ يبارك فيك. الإجابة هي ضباعة بنت الزبير. بارك الله فيك. ضباعة بنت الزبير. من وين تكلمنا يا أستاذ مؤيد؟ طيب، لعلنا ننتقل إلى متصل آخر. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. حياكم الله، أهلا وسهلا. الاسم الكريم من وين تكلمونا؟ ملك سعيد من تركيا. ملك سعيد من تركيا، أهلا ومرحبا. هل تعرفتم على الإجابة؟
طابعة بنت الزبير. شكرا لاتصالك ويحالفك الحظ إن شاء الله. وإلى متصل آخر. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله. اسمك كريم. يا هلا، معك رابح السعيد من السعودية. رابح السعيد من السعودية، حياك الله يا رابح. عرفت الإجابة؟ أي نعم. تفضل. هي الصحابية ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها. ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها. شكرا لك يا رابح، ويحالفك الحظ معنا بإذن الله. ومن رابح إلى متصل آخر. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، أهلا وسهلا. الاسم الكريم، من وين تكلمنا؟ حيا الله أبو صقر، هلا والله. الله يحييك يا حبيبنا، يا مرحبا. اسمك الكريم. معك تفضل. معك منصور زينو منصور من السودان. منصور زينو من السودان، ما شاء الله تبارك الرحمن. حياك الله حبيبنا منصور. عرفت الإجابة؟ الله يحييك. ضباعة بنت الزبير إن شاء الله. شاكرين لاتصالك حبيبنا منصور، ويحالفك الحظ إن شاء الله. ومنه إلى متصل آخر. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. اسم الكريم. كريمة موسى من الرياض. كريمة موسى من الرياض. هل تعرفتم على الإجابة؟ ضباعة بنت زبير رضي الله عنها. ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها. شكرا لكم، ويحالفكم الحظ معنا بإذن الله. ومنها إلى متصل آخر. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا ومرحبا. الاسم الكريم، من وين تكلمونا؟ هالة محمد من الرياض. هالة محمد من الرياض. عرفت الإجابة يا هالة؟ ضباعة بنت الزبير. ضباعة بنت الزبير. شاكرين لاتصالك، ويحالفك الحظ إن شاء الله. وإلى متصل آخر. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. الاسم الكريم. سعاد من الرياض. أهلا وسهلا. هل عرفت الإجابة؟ ايه، ضباعة بنت الزبير. ضباعة بنت الزبير. بس سعاد والاسم الثاني؟ سعاد من؟ تكون راحت يا سعاد. هل تسمعينني يا سعاد معي؟ طيب كرر الاتصال بنا مرة أخرى. ومتصل آخر. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. ألو السلام عليكم. اسمعونا من الجوال. وعليكم السلام. حياك الله، أهلا وسهلا. الاسم الكريم، من وين تكلمنا؟ الوليد بيان من الرياض. من الوليد بيان من الرياض. أهلا وسهلا يا وليد. عرفت الإجابة؟ ضباعة رضي الله عنها. شاكرين لاتصالك حبيبنا وليد، ويحالفك الحظ إن شاء الله. وإلى متصل آخر. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. روزية سعيد من الرياض. أهلا وسهلا. هل عرفت الإجابة؟ ضباعة بنت الزبير. ضباعة بنت الزبير. شكرا لكم، ويحالفكم الحظ معنا بإذن الله. ومتصل آخر. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. إيش اسمك؟ رهف وليد من الخفجي. رهف وليد من الخفجي. أهلا وسهلا يا رهوف. عرفت الإجابة؟ نعم. تفضلي. سعد من سمير. أنا أقول يا مخرج، هو وصل الزبير بس الاسم الأول لعله. طيب شكرا لاتصالك يا رهف، وإن شاء الله الفوز من نصيبك اليوم. ومن صديقتنا رهف إلى متصل آخر. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا هلا. الاسم الكريم. محمد برا زينو من سوريا. محمد برا زينو من سوريا. حياك الله يا محمد، وأهلا بأهل سوريا جميعا. عرفت الإجابة؟ ضباعة بنت الزبير. ضباعة بنت الزبير. شكرا لك محمد، ويحالفك الحظ، ويكون الفوز من نصيبك بإذن الله.
ومتصل آخر. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا وسهلا. تولين أحمد من الرياض. أهلا وسهلا يا تولين. إيش الإجابة يا تولين؟ ضباعة بنت الزبير. ما شاء الله تبارك الرحمن. شكرا لاتصالك حبيبتي تولين، وإن شاء الله الفوز من نصيبك. وإلى متصل آخر. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. معنا الاتصال. ألو. ضباع. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. اسم الكريم. أيوة. أنا جميلة علي من الرياض. أهلا وسهلا أستاذة جميلة، نورتي البرنامج. الإجابة يا أستاذة جميلة. الله ينورك. بداعة. ضباعة. ضباعة بنت الزبير. بنت شكرا الزبير. شكرا جزيلا، ويحالفكم الحظ معنا بإذن الله. صوت آخر. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، أهلا وسهلا. الاسم الكريم، من يتكلمون؟ منال برهان من اسطنبول. منال برهان من اسطنبول، يا مرحبا. عرفتم الإجابة؟ اي نعم، ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها. ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها. شكرا لاتصالكم، ويحالفكم الحظ إن شاء الله. وإلى متصل آخر. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. اسم الكريم. عبد الرحمن محمد عبده من الرياض. حياك الله يا عبد الرحمن. تعرفت على الإجابة؟ ضباعة بنت زبير. ضباعة بنت الزبير. شكرا لك يا عبد الرحمن، ويحالفك الحظ معنا بإذن الله. صوت آخر. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله، أهلا وسهلا. الاسم الكريم، من تكلمنا؟ عبد الله الأهدل من اليمن. عبد الله الأهدل من اليمن، يا مرحبا يا مرحبا. حياك الله يا عبد الله، وحيا الله لليمن كلهم. يلا أنت حييهم. حبيبي حبيبي أبو عابد. عرفت الإجابة؟ ضباعة بنت الزبير. ضباعة بنت الزبير. شكرا لاتصالك، ويحالفك الحظ إن شاء الله. وإلى متصل آخر. ألو السلام عليكم. أهلا وسهلا. الاسم الكريم. طيب قطعنا، فقدنا الاتصال، لعلك تتواصل معنا مرة أخرى. تفضل. طيب ناخذ اتصال آخر. نقول ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. عبد الرحمن سعيد من اسطنبول. عبد الرحمن سعيد من اسطنبول، يا مرحبا. عرفت الإجابة يا عبد الرحمن؟ ايه، طباعة بن زبير. ضباعة بنت الزبير. شكرا لاتصالك حبيبنا عبد الرحمن، ويحالفك الحظ إن شاء الله. وإلى متصل آخر. ألو السلام عليكم. محمود ناصر. محمد ناصر. من يتكلمنا يا محمد؟ محمود ناصر. محمود ناصر. حياك الله يا محمود. من يتكلمنا؟ من تركيا. الله يحييك. حياك الله يا هلا. هل تعرفت على الإجابة؟ ضباعة بنت الزبير. ضباعة بنت الزبير. شكرا يا محمود، ويحالك الحظ معنا بإذن الله. ومنه إلى متصل آخر. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. الاسم الكريم، وما يتكلمون؟ جميلة سعيد من النرويج. يا مرحبا، حياكم الله وأهلا وسهلا. عرفتم الإجابة؟ أيوة، طابعة بنت زيد بنت زبير. طيب شكرا لاتصالكم، ويحالفكم الحظ إن شاء الله. وإلى متصل آخر. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. اسم الكريم. فريدة سعيد من الرياض. فريدة سعيد من الرياض، يا هلا ومرحبا. عرفتم الإجابة؟ أيوة. تفضلي. ضباعة بنت زيد. ضباعة بنت الزبير. شكرا لكم، ويحالفكم الحظ معنا بإذن الله.
ومنها إلى متصل جديد. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله، أهلا وسهلا. اسمك الكريم من تكلمنا؟ محمد بيان من الرياض. محمد بيان من الرياض، أهلا وسهلا يا محمد. عرفت الإجابة؟ اي نعم، طباعة بنت الزبير. ضباعة بنت الزبير. شكرا لاتصالك حبيبنا محمد، ويحالفك الحظ إن شاء الله. وإلى متصل آخر. ألو السلام عليكم. وعليكم ورحمة الله. الاسم الكريم؟ رحمة محي الدين من الرياض. يا هلا ومرحبا. عرفت الإجابة يا رحمة؟ من ضباع بنت الزبير. ضباع بنت الزبير. شكرا لاتصالك يا رحمة، ويكون الفوز من نصيبك ويحالفك الحظ إن شاء الله. صوت آخر. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياكم الله، أهلا وسهلا. الاسم الكريم من يتكلمون؟ إسرار جاسر من اسطنبول. إسرار جاسر من اسطنبول، أهلا ومرحبا. عرفتم الإجابة؟ الصحابية ضباعة بنت الزبير. ضباعة بنت الزبير. شكرا لاتصالكم، ويحالفكم الحظ إن شاء الله. وإلى متصل آخر. ألو السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. اسم الكريم؟ ظاهرة محمد من الرياض. ظاهرة محمد من الرياض، أهلا ومرحبا. عرفتي الإجابة؟ نعم، طباعة بنت زبير. ضباعة بنت الزبير. شكرا لكم، ويحالكم الحظ معنا بإذن الله. ومنها إلى صوت جديد وآخر. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. حياكم الله، أهلا وسهلا. الاسم الكريم من يتكلمون؟ أمل سعيد من الرياض. أمل سعيد من الرياض، أهلا وسهلا. عرفتم الإجابة؟ أي نعم، ضباعة بنت الزبير. ضباعة بنت الزبير. شكرا لاتصالكم، ويحالفكم الحظ إن شاء الله. ومن أمل سعيد إلى متصل آخر. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. حياك الله. الاسم الكريم؟ حياك الله يا أخي. تفضل. اسم الكريم؟ معك سارية أبو بلال من اسطنبول. أهلا وسهلا بك يا أخ سارية. هل تعرفت على الصحابية؟ الله يسعدك يا رب. نعم، ضباعة بنت الزبير إن شاء الله رضي الله عنها. ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها. شكرا لك يا أخ سارية، ويحالفك الحظ معنا بإذن الله. صوت آخر. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. اسمعونا من التليفون. ألو السلام عليكم. طيب، لعلنا نذكر مشاهدينا الكرام بطريقة المشاركة عبر هذا البرنامج المبارك عن طريق الرقم الظاهر لكم في الشاشة. نستقبل اتصالاتكم، وننوه أننا فقط نستقبل الإجابة عبر الرقم الظاهر لكم في الشاشة، ولا نستقبله عبر حساباتنا في الفيسبوك أو عبر البث المباشر عبر قناتنا في اليوتيوب. ونذكر بأن قيمة الجائزة هي $100 بشكل يومي. طيب، ناخذ اتصال. نقول ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. اسم الكريم؟ ليان عثمان من الرياض. ليان عثمان من الرياض، أهلا ومرحبا. عرفت الإجابة؟ نعم، ضباعة بنت زبير. ضباعة بنت الزبير. شكرا لكم ليان، ويحالفكم الحظ معنا بإذن الله. ومن ليان عثمان إلى أين؟ ألو السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، أهلا وسهلا. الاسم الكريم ومن تكلمنا؟ الله يحييك. أحمد إدريس من الرياض. أحمد إدريس من الرياض، أهلا ومرحبا يا أحمد. عرفت الإجابة يا أحمد؟ ضباعة بنت الزبير. ضباعة بنت الزبير.
ضباعة بنت الزبير، شكرا لاتصالك حبيبنا أحمد، وإن شاء الله الفرحة من نصيبك بإذن الله. ومن أحمد إلى متصل آخر. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. من معي؟ ياسر محمد صديق البرنامج. حياك الله يا صديق البرنامج، شلونك؟ بخير. عساك دائما بخير. عرفت الإجابة؟ ضباعة بنت زبير. ضباعة بنت الزبير، شكرا لك يا ياسر، ويحالفك الحظ وتفوز معنا بإذن الله. ومن صديق البرنامج إلى متصل آخر. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. حياكم الله، أهلا وسهلا. الاسم الكريم من يتكلمون؟ خديجة أحمد من مصر. خديجة أحمد من مصر، أهلا ومرحبا. هل عرفتم الإجابة؟ إيه، ضباعة بنت زبير رضي الله عنها. ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها، شكرا لاتصالكم ويحالفكم الحظ إن شاء الله. وإلى متصل آخر. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. اسم الكريم من معي؟ عبد الرحمن عثمان من الرياض. حياك الله يا عبد الرحمن، عرفت الإجابة؟ ايوه، ضباعة بنت زبير. ضباعة بنت الزبير، شكرا لك يا عبد الرحمن، ويحالفك الحظ معنا بإذن الله. ومنه إلى صوت جديد. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. أهلا ومرحبا. اسمك الكريم ومن وين تكلمنا؟ عمر قصيراوي من سوريا. الاسم مرة ثانية، أنا ما عمر سمعته. قصيراوي من سوريا. سمعت يا أبو. الاسم مرة ثانية. عمر قصيراوي من سوريا. أهلا وسهلا، حياك الله حبيبنا عمر. عرفت الإجابة؟ نعم. تفضل. ضباعة بنت زبير. ضباعة بنت زبير. ضباعة بنت الزبير، شكرا لاتصالك حبيبنا عمر، ويحالفك الحظ إن شاء الله. ومنه إلى متصل آخر. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. اسم الكريم؟ نادي عمر من اسطنبول. نادي عمر من اسطنبول، أهلا ومرحبا بكم أهل اسطنبول جميعا. عرفتي الإجابة؟ أي نعم، ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها. ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها، شكرا لكم، ويحالفكم الحظ معنا بإذن الله. ومن الأراضي الإسطنبولية إلى صوت آخر. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله، أهلا وسهلا. الاسم الكريم ومن يتكلمون؟ أم الحسن حسين من غزة. أم الحسن حسين من غزة. أمل إحسان حسين، صحيح؟ أم الحسن حسين من غزة. أم الحسن، حياكم الله وأهلا ومرحبا. عرفتم الإجابة؟ ضباعة بنت الزبير. ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها، شكرا لاتصالكم، ونرحب بجميع المتصلين من غزة. لا شك. ومن غزة إلى منطقة أخرى. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. حياكم الله. أهلا ومرحبا. أبو أحمد الطويل. أبو أحمد الطويل، حياك الله يا أبو أحمد، من تكلمنا؟ يحدثكم من الخرطوم، من قلب السودان. من قلب السودان، من الخرطوم قال ولا أي نعم. من الخرطوم، من قلب السودان، حياك الله يا أبو أحمد. هل تعرفت على الإجابة؟ نعم، هي الصحفية الجليلة ضباعة بنت الزبير. ضباعة بنت الزبير، شكرا لك يا أبو أحمد، ويحالفك الحظ معنا بإذن الله. ومن الأراضي السودانية إلى أراضي جديدة. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله حبيبنا. اسمك الكريم من وين تكلمنا؟ الله يحييك ويخليك. عبد الرزاق الشيخ من تركيا. عبد الرزاق الشيخ من تركيا، يا مرحبا يا عبد الرزاق. عرفت الإجابة؟ الله يحييك. عرفت الإجابة. الإجابة هي ضبعة بنت الزبير رضي الله عنها. ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها. شكرا لاتصالك حبيبنا عبد الرزاق، وإن شاء الله الفرحة من نصيبك. ومنه إلى متصل آخر. ألو السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام، حياك الله. السلام. أهلا وسهلا. بيان من الرياض. الاسم مرة أخرى؟ إيش؟ الاسم مرة ثانية معليش. بدر بيان. بدر بيان. بدر بيان من الرياض يا بدر؟ إيه نعم. حياك الله. وش الإجابة؟ ضباعة بنت الزبير. ضباعة بنت الزبير. شكرا لك يا بدر، وتفوز معنا إن شاء الله هاليوم. صوت آخر. ألو السلام عليكم. أمل القادر. أمل عبد القادر. من وين تكلمينا يا أمولي؟ الرياض. أهلا وسهلا. إيش الإجابة يا أمولي؟ الرياض. إيش الإجابة؟ ضباعة. أيوة. بنت الزبير. شكرا لاتصالك حبيبتي أمولي، ويحالفك الحظ إن شاء الله. ومن أمل عبد القادر إلى متصل آخر. ألو السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الله. الاسم الكريم. الله يحييك ويبقيك. تفضل اسمك الكريم. نعم. الاسم الكريم طال عمرك. خالد القطب. خالد القطب. من وين تكلمنا يا خالد؟ العريس عاد. من اسطنبول. حياك الله، نورت الشاشة. هل تعرفت على الإجابة؟ نعم. ضباعة بنت الزبير. ضباعة بنت الزبير. شكرا لك يا خالد، ويحالفك الحظ معنا بإذن الله. مشاهدينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى فاصل قصير، لا تذهبوا بعيدا، انتظرونا. أبدعوا وأطلقوا كل العناد بفؤادي والأيادي واللسان، إننا قوم خلقنا قيم. رغب النبي عليه الصلاة والسلام في التماس ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، خاصة في الليالي الوترية منها. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر، في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى. وبغروب الشمس اليوم 26 من رمضان تدخل ليلة 27، وهي أرجى الليالي موافقة لليلة القدر. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يجمع أهله ونساءه والناس فيها فيقوم بهم حتى السحر. بل كان عمر وحذيفة رضي الله عنهما لا يشكون أنها ليلة 27، حتى أن أبي بن كعب رضي الله عنه كان يحلف لا يستثني أنها ليلة 27. فعلى المسلم أن يجتهد في العشر الأواخر من رمضان، وأن يكون في ليلة 27 أشد اجتهادا. وكذا من قصر فيما سبق من الليالي، فهذه الليلة المباركة فرصة ليتدارك ما فاته. عسى الله بواسع رحمته أن يوفقه لليلة هي خير من 1000 شهر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. يا معاشر المؤمنين، التوجيه النبوي لكم أنتم أيها الشعوب
المعنيون بهذا. فأين القلوب المؤمنة التي تطأطئ رأسها لله سبحانه وتعالى وتتسابق في أوامر الله من الحجاب والعفة والصلاة والصيام والزكاة؟ هذا الفتى خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صادقا مخلصا مدافعا لهذا الدين. هذا هو ديننا وهذه هي رسالة سلام. لا تدع الوقت يمر من بين يديك دون أن تحاسب نفسك يوميا. هل صليت في جماعة؟ هل ابتعدت عن اللغو؟ هل تصدقت على فقير أو مسكين؟ هل قرأت وردك اليومي من القرآن؟ إياك أن تكون ممن أدرك رمضان ولم يغفر له. أبدعوا وأطلقوا كل العناد بفؤادي والأيادي واللسان إننا قوم خلقنا. عدنا لكم أيها السادة المشاهدون بعد هذا الفاصل القصير. نذكر وإياكم أن التواصل يكون عبر الأرقام الظاهرة أمامكم في الشاشة، وأنه لا تواصل عبر الفيسبوك. قيمة الجائزة $100 يوميا. شكرا لكم. نذكر أيضا بأن الذين فازوا معنا في الحلقات الماضية أن يتواصلوا مع رقم القناة بحيث يستلمون الجائزة. وأعطينا المتصل يا مخرج. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. حياكم الله، أهلا وسهلا. اسم الكريم، من وين تكلمونا؟ حنان. حنان محمد من الرياض. أهلا وسهلا يا حنان. عرفتي الإجابة؟ معانا يا حنان؟ أعطينا الإجابة يا حنان. تسمعيننا يا حنان؟ طيب، راحت حنان. أي لا تعاود الاتصال إن شاء الله. متصل آخر. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. اسم الكريم. معك مروة سعيد صالح من السودان. أهلا وسهلا. وما هي الإجابة يا مروة؟ الإجابة السيدة ضياعة بنت الزبير. ضياعة بنت الزبير. شكرا يا مروة، ويحالفكم الحظ معنا بإذن الله. وصوت آخر. ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، أهلا وسهلا. اسمك الكريم، من وين تكلمنا؟ ألو. حياك الله يا حبيبي. اسمك الكريم، من وين تكلمنا؟ ألو. معاك يا غالي. اسمك الكريم، من وين تكلمنا؟ يا هلا والله، معك سعد محمد من إثيوبيا. سعد محمد من إثيوبيا. أهلا وسهلا يا سعد. عرفت الإجابة؟ الإجابة نعم عرفتها، ضبيعة بنت الزبير رضي الله عنها. ضباعة بنت الزبير. بنت الزبير رضي الله عنها. شكرا لاتصالك يا سعد، ويحالفك الحظ إن شاء الله. وإلى متصل آخر. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. اسم الكريم. محي الدين من الرياض. أحمد محي الدين من الرياض. حياك الله يا أحمد. عرفت الإجابة؟ أي نعم، ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها. ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها. شكرا لك يا أحمد، ونورت الشاشة، ويحالك الحظ معنا بإذن الله.
وصوت آخر. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، أهلا وسهلا. اسمك الكريم، من تكلمنا؟ وليد محمد عبد الرزاق من اثيوبيا. وليد محمد عبد الرزاق من اثيوبيا، اهلا وسهلا يا وليد. عرفت الاجابه؟ ايه الاجابه هي ضابعه بنت الزبير رضي الله عنها. ضباعه بنت الزبير، شكرا لاتصالك حبيبنا عبد الرزاق ويحالفك الحظ ان شاء الله. والى متصل اخر. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. الاسم الكريم؟ ثريا سعيد. ثريا سعيد، من وين تكلمين يا ثريا؟ من لندن. من لندن، اهلا وسهلا بكم. هل عرفتي الاجابه؟ ضباعة بنت الزبير. ضباعة بنت الزبير، شكرا لكم ويحالفكم الحظ معنا باذن الله. صوت اخر. الو السلام عليكم. عليكم السلام. حياكم الله، اهلا وسهلا. الاسم الكريم، من وين تكلمونا؟ ام وليد من الخفجي. ام وليد من الخفجي، اهلا وسهلا. هل عرفتم الاجابه؟ نعم، ضباعة بنت الزبير. ضباعة بنت الزبير، شكرا لاتصالكم ويحالفكم الحظ ان شاء الله. ام وليد من عفوا؟ رمانة سعيد. رمانة سعيد، شكرا لاتصالكم ويحالفكم الحظ ان شاء الله. والى متصل اخر. الو السلام عليكم. عليكم السلام. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. الاسم الكريم؟ براءة زينو. براءة زينو، من وين تكلمين يا براءة؟ من اسطنبول. اهلا ومرحبا. عرفت الاجابة؟ ضباعة بنت الزبير. ضباعة بنت الزبير، شكرا لك يا براءة ويحالفك الحظ باذن الله. والى اخر متصل في هذا البرنامج. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. الاسم الكريم ومن تكلمونا؟ خلود سيدي بكري. خلود بدري، صحيح؟ ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها. ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها. خلود بدري صحيح ولا مو صحيح؟ كأني سمعتها خلود الجبرتي. طيب، لعلك تعودين اتصال بنا يا خلود عشان نتأكد من الاسم. فاصل قصير أيها الإخوة المتابعون ونعود إليكم، فابقوا معنا. أبدعوا وأطلقوا كل العناد بفؤادي والأيادي واللسان، إننا قوم خلقنا دائما ما نحرص على الاستماع إلى القصص والحكايات. فرسان شجعان، حيوانات ساحرة، وروايات من أماكن مختلفة، مجموعة من القصص والحكايا الخيالية نحكيها لكم بأسلوب شيق وسهل، ونأخذ منها الدروس والعبر في برنامجكم يحكى أن، مع صديقكم عبد السلام ناصر وموفق ناصر على شبكة سلام الإعلامية. رمضان شهر القرآن، فاستمتع أنت وأسرتك ببركات القرآن في شهر رمضان، ولا تتوقف عند التلاوة فحسب، بل تعرف على معاني الكلمات وتفسير الآيات بشكل مبسط. ويا حبذا لو استطعت أن تتدبر في كلام الله وتنزل الآيات على حالك، ثم احرص على التطبيق العملي لتعاليم القرآن في حياتك اليومية. اجعل لك وردا يوميا من القرآن في رمضان، ولا تهجر كتاب الله بعد رمضان تلاوة وفهما وعملا بما فيه.
نعتز بهويتنا، نعتز بتقاليدنا، نعتز بديننا كمسلمين إريتريين، نعتز بوطننا وأرضنا. تأتي إحداهن من السفر، إذا لم تبكي في عندها تعتبر مصيبة من المصائب، لذلك تبكي وتهيج النساء ويبكين. حتى لو كان الجواز في جيوبهم هو في جيبهم ولكن ليس في قلوبهم. إذا ثبت أنه والله يؤذي عباد الله وبل ربما يصل بسحره إلى أن يقتل، هذا ما في خلاف أن إذا سحره الذي فعله قتل إنسان فإنه يقتل. لكنه لو قال أنه هذا للذكور من أبنائي من ذريتي دون الإناث مثلا، هذا قال العلماء هذا وقت جائر ولا يجوز ويحرم هذا الوقت. الشعب الإريتري الآن كثير من الشباب يهرب من بلده، أين الاعتزاز بالوطنية الإريترية؟ أبدعوا وأطلقوا كل العناد بفؤادي والأيادي واللسان، إننا قوم خلقنا مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. بعد هذا الفاصل القصير نعلن الإجابة لهذه الحلقة المباركة، هي الصحابية ضباعة بنت الزبير رضي الله عنهما. وننتقل وإياكم إلى المهمة الأخيرة وهي السحب مع الأخ الغالي عبد الرحمن. تفضل عبد الرحمن. بس خلني أنا قبل ما تسحب أنت الحلقة قبل الأخيرة أي ما شاء الله في اتصالات كثيرة، وأيضا أنا كنت خايف من البداية صراحة يوم شفنا الإعداد أن الإجابة صعبة، لكن ما شاء الله عليهم التابعين ما قصروا فيها. تبقى فائزين في البرنامج يا أنس، أحدهما يخرج بعد لحظات والآخر بعد يوم. عطنا الفائز. طلع ها؟ طلع الفائز ما قبل الأخير ما شاء الله تبارك الله، وهو الأخ مؤيد إسماعيل من تركيا. الفائز معنا لهذا اليوم الأستاذ مؤيد إسماعيل من تركيا، وقد أجاب إجابة صحيحة وهي ضباعة بنت الزبير. مبروك، ألف مبروك لك يا أخ مؤيد إسماعيل. مؤيد إسماعيل نعم من تركيا. تواصل مع البرنامج لتستلم جائزتك. متابعينا مشاهدينا الأفاضل في كل مكان، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. شاكرين لكم حسن الاستماع والمتابعة، والشكر موصول لصديقي ومن يصحبني في التقديم صاحب التألق الدائم أنس بيان. شكرا لك يعني. الله يكرمك يا عبد الرحمن، وشكر موصول لكم أنتم مشاهدينا الكرام لحسن المتابعة وحسن المشاركة. نلتقيكم غدا في آخر حلقاتنا. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جموع الناس قد آن الأوان، أبدعوا وأطلقوا كل العناد بفؤادي والأيادي واللسان، إننا قوم